تشاركوا معنا بارتيسيباسيون اليوم مثيرة للقاعدة. كيف نرحب بأعضاء النيابة، نرحب بسي حمادي بالأشهار، مرحبا بكم الكل. والاخوان يشوفوا معناها في خريطه تونس اللي هي معناها الساكن هذيك هي موقع مدينه القيروان. الشيء اللي حبيت نتحدث عليه هو مشروع فكرنا فيه على مستوى الجمعيه يخص نظم المعلومات الجغرافيه. نحن في اطار الجمعيه عندنا توا قرابه شهرين بدينا في دراسه في حديقه اسمها حديقه فاس مجاوره للمسجد الكبير جامع عقبه بن نافع. عندنا صور لهنا نجم نوريهم لكم. معناها الحديقه معناها استهزاء بمدينه القيروان واستهزاء بالشراكه مع مدينه فاس. الجمعيات الموجوده ايضا الان هي تنجم تسهم بشكل ايجابي في المحاضره واستغلال التراث هذا اللي نجموا نستثمروه في مجال الخدمات، في مجال السياحه، ويعود لنا بالنفع على البلاد. اليوم احنا بغينا باش تكون هناك شراكه حقيقيه مبنيه على نقاط مدروسه ومتفق عليها، المده كذلك مضبوطه، دائما اتفاقات الشراكه مع باقي المدن تكون على 3 سنوات. اللي فكرنا فيه في فاس والقيروان اولا بالتراث تكون النقطه الاولى والاساسيه، لاننا نلتقي كثيرا في هذا الباب، لان هنا جمعيات وهنا كذلك وكاله خاصه بالترميم واعاده البناء داخل المدينه العتيقه، وهذا مهم جدا ولها تجربه طويله. النقطه الثانيه هي الثقافه عبر المهرجانات وعبر اللقاءات الثقافيه، لان ما احوجنا الى ثقافتنا وقوتنا في تنوعنا الثقافي، بحيث فاس لها مهرجانات كبرى، مهرجان الموسيقى الروحيه العالمي، مهرجان الصوفيه، مهرجان الموسيقى الاندلسيه، مهرجان السماع بالمديح، مهرجان للحود. كل شهر الا وهناك مهرجان، ولهذا تكون هناك شراكه ما بين اداره مهرجان فاس واداره مهرجان القيروان، وهذا سيعطي دفعه قويه للعلاقات وللتاريخ الذي نتكلم عليه دائما المشترك ما بين القيروان ومدينه فاس. النقطه الثالثه هي مساله التكوين اصبح ضروريا وفي كل المجالات فيما يخص الجماعه الفتيه وطورها، المنتخبين والاعضاء ديال المجلس البلدي، يكون هناك تبادل زيارات، وحنا مستعدين باش نستقبلوا سنويا وفد من الاطر ومن المنتخبين لمدينه فاس، وعندنا اتفاقيه شراكه حتى مع مدن اوروبيه ومن ضمنها كراكوفي اللي هي بعيده جدا على مدينه فاس. ورغم ذلك نستضيف سنويا 15 من الطلاب في مدرسه المهندسين المعماريين وكذلك اساتذه، ولمده شهر، وتكون دائما المبيت والاطعام على نفقه بلديه فاس.